مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا على خير واتمنى اللي لسه ما اشتركتش في القناه تشترك معانا وتفعل الجرس عشان يوصلها كل جديد، وما تنسوش اللايكات يا جماعه. زي ما عودتكم النهارده هعمل اكله هي مغربيه، اكله مغربيه بس هدمج فيها ما بين المغربي والمصري. اكله النهارده اسمها بسطيله، بس انا بنستخدمها بورق معين. انا النهارده هستخدمها بورق الجلاش. هي أكلة بتتعمل في العزومات. لو عايزة تعملي عزومة تفاجئي المعازيم بتاعك وتعملي حاجة جديدة وفي نفس الوقت فيها اللمسة المصرية، تعالي تشوفي معانا الأكلة دي. ونبتدي الأول بالمكونات. أنا معلش هتشوفوا المكونات كتير شوية، بس أنا عشان هي بتتعمل على مراحل، وأنا قلت هعرض المكونات كلها مرة واحدة عشان نبقى عارفين من أول الفيديو إيه المكونات اللي هتلزمنا في الأكلة كلها، ما نجيش في نص نتفاجئ إن حاجة مش عندنا أو حاجة. هحتاج في الأكلة دي فراخ، يا إما صدور زي ما أنا جايبة، يا إما تبقى صدور عادية مش مشكلة، وراك، أي حاجة عندك من الفراخ مخلية أو بعد ما تتسوى هوريك إزاي تخليها مش مشكلة. هنحتاج فراخ، هنحتاج 3 أو 4 بصلات كبار متقطعين بأي طريقة أنت عايزاها مش مشكلة. هنحتاج كوباية مية، هنحتاج في التوابل ملح وكركم ملون زي ما قلت لو متواجد، لو مش متواجد مش مشكلة. شوية فلفل، أنا مش بحب الفلفل بستخدم بس شوية. جنزبيل، كركم اللي هو العادي، عيدان قرفة وزعفران لو متوفر. هنحتاج معلقتين كبار سكر ومعلقتين كبار ماء الزهر، ماء الزهر يا جماعة. اوكي. وهنحتاج كمان لوز، هوريكم الطريقة اللي نحضر بيها اللوز. هنحتاج الكزبرة وبقدونس تقريبا 4 معالق كبيرة متخرطة، وهعمل حزمة صغيرة كده زي ما بتشوفوا انا ماسكاها بخيط، خيط يكون ابيض عشان لما اجي اشيلها من الاكل ما تبقاش ساحت في الحلة. هحتاج لنص ليمونايه، وهحتاج للشعرية صينية، والورق الجلاش بتاعي. كده اتعرفنا على المكونات كلها. هنعدي لمرحلة التحضير. نبدأ يا بنات في الحلة بتاعتنا. هحط اول حاجة البصل زي ما قلت، هنقطعه بالشكل العشوائي زي ما احنا عايزين. هننزل عليه الفراخ اللي انا طبعا غسلتها ونضفتها كويس وخليتها في مصفى عشان ما يبقاش فيها ميه. هحط معاها الحزمه اللي قلنا بتاع البقدونس والكزبره وعودين قرفه وكوبايه الميه اللي قلنا في الاول. نزود شويه، ما كترش يا جماعه ميه عشان البصل هيعمل الميه بتاعته. واغطيهم واخليهم شويه لغايه ايه ما البصل يدبل ويعمل يعمل الميه بتاعته، والفراخ كمان تستوي، يكون ناقصها بس شويه سوا. دلوقتي هعدي عشان اوريكم الحاجات التانية هنجهزها ازاي، اللي هي اللوز والحاجات التانية. زي ما بتشوفوا يا بنات، اللوز هحطه في حله صغيره فيها ميه واحطه على النار يغلي. بعد ما يغلي كويس هشيله واحطه في مصفى واقشره واشيله القشر بتاعه. هيكون بعد ما هيغلي في الميه القشر بتاعه هيبقى سهل جدا ان هو يتشال. بعد كده هضربه في الخلاط، بس قصدي هفرمه بس مش على الاخر، اخليه شويه كده الحجم بتاعه شويه كبير، واحط معاه شويه ماء الزهر اللي وريتكم في الاول، ماء الزهر وشويه سكر وشويه قرفه بودره. دلوقتي هنعدي نشوف ازاي هنعمل الشعريه الصينيه بتاعتنا. عملت يا بنات ميه غليت لغايه ما غليت، هطفي عليها واحط فيها الشعريه بتاعتي لمده 3-4-5 دقايق بالكتير، 5 دقايق كده نخليها في الميه. تكتر مش هتبقى ناشفه زي كده. بعدين هحطها في مصفى تتصفى من الميه واقطعها يا اما بالمقص او بالسكين او بالخراطه بحيث تبقى حتت صغيره. دلوقتي تعالوا معايا تشوفوا اللوز بعد ما اتسلق هعمل فيه ايه. بعد يا بنات اللوز لما
سلقته وصفيته في ميه، هبدأ اشيل منه الجلد، و زي ما قلت هيتشال بسرعة، ممكن نفعصه كله مرة واحدة، هيتشال معانا كمية كبيرة، وابدأ اشيله واحطه في الطبق. وحاجة نسيت اشير لها من شوية، بعد ما اشيل منه الجلد او همسكه هحمره شوية، بس مش اللي هو يتحمر قوي، بس ياخد اللون الذهبي قبل ما اضربه في الخلاط، احركه كويس واضربه في الخلاط. بعدين ازود عليه ماء الزهر والسكر والقرفة الباودر زي ما قلت في الاول كده. زي ما بتشوفوا طريقة بتبقى سهلة ان انت تشيلي منه البذر لما بيتسلق. وبنكمل لغاية ما اكمل الكمية كلها اللي عندي، وارجع عشان اوريكم بقية طريقة تحضير الحاجات التانية. الفراخ بتاعتي يا بنات غليت زي ما قلت لكم، ما تكتروش ميه لان البصل هيعمل ميه. استنى كمان شويه يدبل البصل والفراخ تقرب تستوي، ونرجع عشان نتبلها ونكمل بقيه تحضير الاكله بتاعت النهارده. زي ما بتشوفوا يا بنات، بعد ما اللحمه استوت والبصل دبل، انا خدت الفراخ حطيتها في طبق عشان همسكها هفتفتها. همسك دلوقتي الحله بتاعتي لسه على النار، هحط عليها التوابل اللي قلنا في الاول. ولو لاحظتوا انا في الاول حطيت عودين بس قرفه، دلوقتي هحط بقيه العودين، وهحط كل التوابل اللي قلت عليها في الاول كلها، الملح وكل حاجه ننزلهم. وهحط معلقه بس زيت، معلقه كبيره زي ما بتشوفوا. ولو بتلاحظوا يا بنات انا مش بحط زيت خالص في الاكل، ولا سمنه ولا اي حاجه، فالاكل بيبقى حلو جدا. ايوه حبيبي. واحركهم كويس كده واخليهم على نار هاديه لبال ما اكون انا فتفت الفراخ، وارجعهم عشان يتبلوا بقى ويكملوا سوا ويشربوا التتبيله كويس. وبعدين نلتقي عشان نكمل طريقه التحضير او بقيه طريقه. زي ما بتشوفوا الفراخ بتاعتنا اندمجت قوي ونشفت، ما بقاش فيها ميه كتير. دلوقتي هزود المعلقتين سكر بتوعي، واعصر الليمونه، اقلبهم كويس، وابدا انزل الشعريه بتاعتي واحده واحده واقلب، عشان الشعريه دي هي اللي هتتشرب كل الميه اللي لسه مع الفراخ. معلوم ان الحشوه بتاعتنا لازم تبقى ناشفه، ما يبقاش فيها ميه عشان ما تعجنلناش الورق، ما تعملش ميه على الورق. نزود كمان شويه، يمكن ما استخدمهاش كلها على حسب. طبعا لما هاجي احشي هشيل العودين القرفه. كده زي ما بتشوفوا يا بنات ما بقاش فيه ميه خالص في الحله، اللي ما بقاش فيه ميه خالص زي ما بتشوفوا. فانا كده حشوتي خلاص جاهزه، والشعريه كده مستويه، ما دام حطيتها في النار المغليه فهي استوت، مش محتاجه سوا، والفراخ استوت وكل حاجه. هشيل بس عضمين القرفة دول، وهنشوف طريقة الحشي، وبعدين هنشوف طريقة السوا وازاي هنقدمها. ودلوقتي يا بنات هنعدي الماء
وصلنا لمرحلة ان احنا ايه نعمل الحشوة بتاعتنا ونلمها. زي ما بتشوفوا هنا انا محتاجة زيت او زبدة زي ما تحبوه، وهحتاج لمعلقة دقيق مع شوية مية كده اخليها زي عجينة تبقى مش سايبة قوي ومش ماسكة، عشان اقفل بيها في الاخر الورق عشان ما يفتحش لما يخش النار. وجبت هنا اللوز بتاعي والحشوة وهبدأ في صينية بتخش الفرن او لو هتعملوا حاجة يعني حجمها صغير تبقى اللي هي بتاعت اللي بنعمل فيها الكيك العادي، قلب الكيك العادي او زي ما تحبوا. على فكرة ممكن مش هنستخدم علبة الجلاش كلها. هاخد اول ورقة، حطيت اول ورقة يا بنات كده في الوسط ودهنتها، وهبدأ احط في الجناب كده. انا ايه الورق اتقطع معايا بس مش مشكلة، برضو هعرف اشتغل بيه. هحط في الجناب، هوسع بس عشان ايه تبقوا شايفين. احط كده وبعدين هبقى ادهن. حتى لو اتقطع ممكن اعمل بيه عادي. انا للاسف معرفش ليه اتقطعت معايا نصين، بس مش مشكلة. حطيت ورقتين تحت وبعدين هحط في الجناب وادهن، انتوا عارفين عشان ايه يبقى الورق بتاعي احاول ما اخليش اي فراغ ما بين واحده والتانيه، عشان الحاجات دي لما هحط الحشوه الحاجات دي هرجعها على الحشو من فوق. هدهن مش بكتر، انا مش بحب كتير. احنا لو كنا عملناها بالورق بتاع البسطيله اللي هو بنعمل بيه في المغرب ما كناش هنحتاج ان احنا ندهن، بس بما انه هنعمل بورق الجلاش ندهنه. لما سويت كده الجناب ودهنتها حطيت 2 تحت وحطيت التانيين على الجناب، حتى لو اتقطعت معاك مش مشكله ودهنتها. هحط الحشو بتاعي اللي هو الفراخ الاول، انزلهم كده. انزل الحشو بتاعي، احاول ايه انزله في النص عشان يبقى على نفس المستوى. هي زي ما قلت يعني لو تعمليها بتكفي اشخاص كتير، وبيبقى تجديد كده وتغيير تفاجئي بيها. بما ان احنا داخلين على رمضان وعزومات بقى نغير شوية. الحشو بتاعي كله اسويه مظبوط كده يبقى على نفس المستوى بشكل دائري، بس ما خليهوش يبقى رفيع قوي قوي قوي، يعني عشان ايه برضو ايه يبقى فيه طعم. بعد ما اسويه كده بشكل دائري وبنفس المستوى تقريبا، احط ايه اللوز اللي انا شلت منه كوبايه عشان ازين بيها في الاخر، وحطيت معاه زي ما قلت ماء الزهر وسكر وقرفه. هبدا انزله من فوق عشان ايه يجي من فوق الفراخ كده. ريحه جميله قوي، ريحه ميه الزهر دي بتبقى جميله. طبعا الكميات كلها بنستخدمها على قد ما انا يعني على قد ما عندي ناس او على قد ما انا عايزه استخدم. وابدا دلوقتي ارجع الجناب عليها، وبعد ما ارجع كل الجناب هحط ورقتين من فوق، 2 يكونوا مظبوطين يعني يكونوا متربعين مش متقطعين، وادهنها بشويه زبده عشان لما ادخلها الفرن تتحمر يديها اللون اللي هو الذهبي. مش بستخدم بيض. وادخلها الفرن على درجة حرارة 180، هتقعد ساعة الا ربع الا ساعة كده.
بس خليكم معايا عشان اوريكم الميه بالعجين دي هقفل بيها الورق ازاي. هقفلها دلوقتي واوريكم ازاي هقفل بالعجينه عشان الجناب دي وكده ما تفتحش لما تخش النار. انا لميت الجناب دلوقتي، بدهنهم بشويه زيت، وبعدين هجيب عشان اكيد مش هسيب المنظر كده، هلم البتاعات من فوق واقفلها بالعجينه عشان لما تخش النار ما تطلعش العجينه فوق. بعد يا بنات ما لميت الجناب عفوا لميت الجناب، حطيت عليها ورقتين من فوق مربعين، ودلوقتي هقفل الجناب بالعجينه زي ما قلت لك. شفتي هي دقيق وميه بس ايه، اخليهم كده شويه يبقوا متعجنين، اعمل كده واقفل عشان ما لما يخشوا النار ما يفتحوش خالص، مش تطلع زي اللزق، زي شغل اللزق. اقفل كل الجناب دي، الزقها مع بعضيها بالعجينه دي كده عشان ايه اضمن ان هي ما تفتحش خالص، مش بس تخش النار وتطلع. الجناب دي ممكن عادي اشيلها، اعمل فيها كده وارجعها، احاول الملمها من كل الجناب ما تبقى بشكل دائري. الحتة دي كمان برضو الزقها زي شغل اللزق زي ما بتشوفوا كلها اتلمت. هنا كمان الحتة دي هلمها وادخلها جوه عشان يبقى شكلها ومنظرها في الاخر حلو كأنها ورقة واحدة. كده انا لميت كل الجناب زي ما قلت. ادهنها بشويه زبده من فوق عشان لما اشغل الشوايه تتحمر. ادخلها على فرن 180 درجه لمده ساعه الا ربع الا ساعه على حسب تستوي، واشغلها شويه بس الشوايه تتحمر من فوق، ونرجع عشان نشوف طريقه التقديم والتزيين.